تعمل ايه لو لا قدر الله وقع الزيت السخن عليه؟ الزيت اخطر من الميه السخنه، بيثبت على الجلد وبيرفع حراره المكان بسرعه، وعشان كده اول دقيقتين هما اللي بيحددوا شكل الحرق هيكون ازاي. فاول خطوه ما تلمسش الزيت بايدك، سيبه ينزل لوحده. اي محاوله انك تمسحه بايدك هيزود الحرق وينشر الحراره على مساحه اكبر. تاني خطوه، حط مكان الحرق تحت ميه جاريه فتره من 10 ل 20 دقيقه. الميه فتره بتسحب الحراره من الجلد وبتوقف تطور الحرق. بلاش ميه ساقعه جدا لانها بتقلل الدم اللي واصل للجلد وبتزود التلف الداخلي وبتخلي الحرق يعمق اكتر، فالمطلوب تبريد مش تجميد. تالت خطوه، لو اللبس لزق في الجلد ما تشيلوش، سيبه زي ما هو. شيل اللبس هيخلي الحرق للاسف اسوأ واعمق. لو في خاتم، ساعه، اسوره، شيلهم فورا قبل ما الورم يزيد. رابع خطوه، اتجنب كل الوصفات الغلط. معجون اسنان، دقيق، تلج، زيت، عسل، قهوه، كل الحاجات دي بتحبس الحراره جوه الجلد وبتزود درجه الحرق. خامس خطوه، غطي المكان بشاش نظيف او فوطه قطنيه ناشفه. الهدف حمايه الجرح من التلوث من غير اي مراهم ولا كريمات من قبل ما الدكتور يشوفه. وما تنساش تشارك الفيديو مع اي حد بتخاف عليه.